السلام عليكم. موعد مباراة فلسطين وتونس اليوم في دور المجموعات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 بقطر. القنوات الناقلة، التوقيت وتشكيلة المنتخبين. لكن قبل البداية لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد ومشاركتنا في التعليقات بتوقعاتكم لهذه المباراة. تتجه الأنظار عشية اليوم إلى استاد لوسيل المونديالي الذي يحتضن مواجهة نارية تجمع بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب 2025. ويدخل المنتخب الفلسطيني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حصد 3 نقاط غالية من الفوز على قطر بهدف نظيف وضعته في وصافة المجموعة بفارق الأهداف، ويطمح لحسم تأهله المبكر للدور الثاني وتأكيد تطوره الكبير. أما منتخب تونس فيدخل المباراة تحت شعار أكون أو لا أكون، حيث يقبع في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام سوريا. وتنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 4 من ديسمبر 2025 على الساعة 3:30 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والساعة 4:30 بتوقيت فلسطين مصر ليبيا والسودان، والساعة 5:30 بتوقيت سوريا قطر السعودية العراق واليمن، والساعة 6:30 بتوقيت الإمارات وعمان. وستنقل هذه المباراة على قناة بي إن سبور المفتوحة عبر النيل بتعليق علي محمد علي، وعلى دبي الرياضية واحد بتعليق رؤوف خليف، وعلى الشارقة الرياضية بتعليق محمد الهنائي، وعلى عمان الرياضية بتعليق شبيب الحبسي، وعلى كويت الرياضية بتعليق فهد العتيبي، وعلى منصة الشاشة بتعليق هاني الشهيري، وعلى قنوات الكأس وقنوات أبو ظبي الرياضية. أما بخصوص تشكيلة المنتخبين فسيدخل المنتخب التونسي بالتشكيلة التالية: أيمن دحمان، معتز النفاتي، مروان الصحراوي، ياسين مريح، أسامة الحدادي، وعلي معلول. فرجاني الساسي، محمد علي بن رمضان، وإسماعيل الغربي، عمر العيوني، وفراس شواط. أما بالنسبة للمنتخب الفلسطيني فيدخل المباراة بالتشكيلة التالية: رامي حمادة، ميلاد ترمياني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، حميد حمدان، وعميد محاجنة، وإيمانويل صابا، زيد القنبر، تامر سيام، ومصطفى زيدان.